بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. كل يوم في رمضان كل سنة وانتم طيبين. بس بقى الجمال ده، هنشوف عملنا ايه حاجة حلوة وجميلة النهاردة. ما شاء الله، ده نص كيلو كنافة، خدت منه 350 جرام بس، يعني ما كملتش النص كيلو. طبعا مفرز كالعادة، بنفركه كده اهي على قد ايدنا. طبعا كل يوم بنعمل حلويات، او كل يوم والتاني كده، كل يومين بنعمل حاجة حلوة في رمضان، عشان طبعا فقد السكر. بس فركته كده وهنزل عليه بولة السمنة دي. عارفين الكنافة بتحب السمنة. يلا شغل مع حد حوش، وهتخليها كلها كده ايه، تتغلف بالسمنة. بس هو كده في الصينية بتاعتها دي زي ما هي كده، وهروح احطها في الفرن. وانتي بتحطيها في الفرن تتابعي، عشان هي مش يعني ما بتستحملش الكنافة وتقلبيها. انا عايزاها زي ما هي مفروكة كده، وهتشوفي معايا. بس كده، بس هروح احطها في الفرن. وبعدين ايه هنعمل ايه؟ دول معايا، حطيت 3 معالق كريم شانتيه ومعلقه سكر بودرة. دي الكنافة طلعت، بصوا لونها دهبي وجميل ما شاء الله ازاي. معلش عشان الكنافة طلعت فسبت الكريم شانتيه على جنب، عشان لازم احط معلقتين شربات كده في الكنافة. سيبها تبرد. يلا كده على المطبخ، انا بس بوريكم عملت ايه. وده كريم شانتيه، ودي كوباية لبن ساقعة تلج، يعني كنت حاطاها في الفريزر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس هنضرب بقى كده الكريم زي ما انتوا عارفينه، حبة حبة كده لحد ما يعمل فوم معاكي. انا عملت الكنافة يعني انا هعمل كنافة بالمانجا. عملت كنافة بالمانجا قبل كده، بس دي حاجة تانية خالص. حاجة كده ما شاء الله، بجد يعني احسن من الاولانية بكتير. طبعا انا يعني بقول الحقيقة، يعني كل واحد يا جماعة كل يوم. بصوا بقول لكم، بصوا ما شاء الله، هو كده خلاص. وده ايه؟ وده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي كوباية مية سخنة بتغلي، وكيس جيلي مانجا. كيس جيلي مانجا، كوباية مية سخنة بتغلي، ونص كوباية مية متلجة بعد ما تدوبيه في المية السخنة. وهسيبيه على جنب كده يهدى يعني شوية، لحد ما نشوف الخطوة التانية اللي هنعملها ايه. انا معاكم خطوة بخطوة اهو. بعد كده هتجيبي الكنافة بتاعتك. على فكرة الكاميرا ظلماها، هي لونها دهبي جميلة بسم الله ما شاء الله بجد. بجد جربوا الطريقة دي في الكنافة ام مانجا وشوفي. طبعا المانجا مفرزة، مفيش مانجا دلوقتي، ده المانجا اللي فرزناها السنة اللي فاتت. كل سنة وانتم طيبين. شهر كمان والمانجا تطلع الجديدة ان شاء الله. قطعتها وطلعتها من الفريزر وقطعتها مكعبات كده. طبعا عايزينها زي ما هي بميتها وكل حاجة، عشان تخلي معاكي المانجا طرية. هي كده كده هتبقى طرية جدا وما شاء الله الله أكبر يعني. طبعا لازم نحط الجيلي المانجا فوق المانجا دي عشان ما تتأكسدش، عشان المانجا دي مفرزة. بصوا، بسم الله ما شاء الله. وحطيتها كده 3 ساعات في التلاجة، لحد ما جمد معايا اسمه ايه الجيلي. بس وبعد كده بعد 3 ساعات طلعتها، لقيتها بسم الله ما شاء الله. دي بقى مش عارفة يعني، كده بصراحة يعني جربوا الطريقة دي في الكنافة ام مانجا. بس وتعملي كده وردات وردات كده في بالكريم شانتيه فوق طبقة المانجا والجيلي. كانت حكاية بجد، عجبتني احسن من بتاع المرة الاولانية بكتير. المرة الاولانية عملناها كده بالكريم شانتيه والمانجا بس، لكن المرة دي حطينا لها الجيلي، خلاها راحت كده ما شاء الله. يعني اقول لك ايه، والله العظيم ما تفرقيها عن بتاع المحلات الكبيره اللي عندنا. بس هتملي كل الصينيه بتاعتك، ولا البايركس، ولا اللي هتعملي فيه.
وبقى عمالين نخترع في رمضان عشان بعد رمضان مش عارفين هنعمل ايه. عشان هو رمضان ده الدلوعة ده بيجي من سنة للسنة. ربنا يعود على كل الناس بخير يا رب. بس كملت اهي بسم الله ما شاء الله. ولو عندك مكسرات وعايزة تحطي مكسرات حطي، ما تحطيش بقى، مش محتاجة هي حاجة خالص كده بسم الله ما شاء الله. انا حطيت عليها حبة مكسرات كده، اسمه ايه، انا ما عارفة سوداني ولا بتاع ده، اللوز كان عندي مكسر. هي مش محتاجة والله العظيم حاجة ابدا، هي كده بسم الله ما شاء الله. وايه بقى، طلعت بقى ايه ملزلزة ومبزبزة، وطلعت جميلة قوي بجد، عجبتهم خالص. بسم الله ما شاء الله. مش مستحملة، الجيلي خلاها جميلة. بص وهي عمالة تقول انتي قاعدة تاكلي، خلصي هاتي عشان ناكل. جنبي. بص عاملة ازاي دايبة كده.